العلامات اللي تقول لك انك غرقان في المحيط الاحمر. العميل دايما بيطلب منك خصم، هو شايفك زيك زي غيرك، انت شايف ان مفيش فرق بينك وبين المنافس بتاعك. الضغط النفسي في كل صفقه، بتقعد تناهد مع العميل مره واثنين وثلاثه ويقول لك طب نزل لي، طب روح لي، طب امتى بقى اقول خلاص انا زهقت، لازم ابدا ادور على المحيط الازرق بتاعي وابتكره. تطور تكنولوجي جديد ظهر، لازم تبدا بسرعه انك تستفيد من التطور اللي حصل ده وتحطه في شغلك، زي ظهور الانترنت اللي غير الاعلام في العالم، وزي دلوقتي الاي اي. 2. اي تغير في سلوك العملاء، لسه ما بقتش بتفكر زي الاول، تفكيرها وطريقتها وكل حاجه اتغيرت، فلازم انت كمان تبقى ريدي ان انت تتغير. 3. انك بقالك فتره بتزور نفس العميل على نفس المنتج، بدات تحس والعميل يحس انك بقت نسخه زيك زي غيرك، ساعتها انت محتاج تدور على المحيط الازرق. 4. في شريحه عملاء كبيره مش مخدومه كويس، في ناس في السوق محدش سائل فيهم، شطارتك انك تبدا تدور عليهم. صديقي اللي في التسويق وصديقي مندوب الدعايه او المبيعات، بدل ما تبيع زي باقي المندوبين، ايه رايك تبقى مستشار؟ ايه رايك تقدم حل او قيمه بدل ما تقدم منتج او خدمه؟ ازاي تطبق المحيط الازرق كمندوب دعايه او مبيعات؟ 1. ما تبيعش منتج او خدمه، بيع حل لمشكله. العميل مش عايز يعرف سرعه البروسيسور ولا عايز يعرف فيتشرز كتير، العميل عايز يعرف ايه اللي هيعود عليه، ايه الحل للمشكله اللي عنده. دايما اسمع منه واساله عن المشاكل والتشالنجز اللي بيقابلها، وحاول تحط المنتج بتاعك كحل للمشكله اللي العميل ده بيقابلها. 2. ما تكررش عرض السوق، اعمل عرضك انت الخاص. العميل سمع مليون عرض، ما تجيش انت كمان يبقى مليون واحد. دور وتيلر العرض الخاص بتاعك على حسب كل عميل ومتطلباته ومشاكله. 3. ركز على التجربة مش السعر، ركز على القيمة، ركز على الحاجة اللي العميل بيدور عليها مش السعر. السعر دايما بنقول ان هو بيبقى add on value، حاجة زيادة. العميل بيشتري منك راحة البال، بيشتري منك فكرة، بيشتري منك سمعة، لو هو هيوصف او هيبيع المنتج بتاعك فبيشتري سمعته او وقت او مشكلة لحاجة عنده. خليك شخصي ومميز، حاجات بسيطة ممكن تعملها تخلق سوقك الخاص، زي عيد ميلاد العميل او تساعده في حاجة انت شاطر فيها وهو مش عارفها، ساعتها انت بنيت علاقة وعملت سوقك الخاص. النظرية حلوة والكلام جميل، بس هل ده فعلا شفناها حاجة حصلت في الفترة الأخيرة دي؟ حصلت في الابليكيشن بتاع انستا شوب. في وقت ما كانت كل الشركات رايحة ناحية توصيل الدليفري ومطاعم، في شركة انستا شوب فكرت فكر بره الصندوق، عملت المحيط الازرق بتاعها وخرجت من المحيط الاحمر الدموي. بدل ما يعملوا الابليكيشن والواجهه بتاعتهم مصممه زي بقيه التطبيقات، عمل واجهه مخصوصه لاصحاب المحلات الصغيره، سهله وبسيطه، بتخليهم يقدروا يعرضوا منتجاتهم ويستقبلوا الاوردرات ويوصلوها من حتت تانية ابعد من المنطقه اللي هم بيغطوها. فهموا احتياج غير مخدوم اللي هم التجار الصغيرين والناس اللي بتدور تشتري حاجات من السوبر ماركت او من المحلات الصغيره، ابتكروا خدمه وواجهه سهله للمستخدم، كسبوا ولاء قوي وتسعير افضل. النتيجه التطبيق ده اتنقل من المنافسه الشرسه مع الحاجات المعروفه لسوق هم عملوه نفسهم ونجحوا فيه في كذا دوله. الخلاصه، المحيط الاحمر محيط دموي، كله بيتخانق وكله بيضرب في بعض على نفس العميل، كله بيجري على نفس الكيكه. المحيط الازرق هو انك تعمل الكيكه الخاصه بتاعتك اللي محدش عنده زيها وتخلق عميل جديد. علشان تصمم محيطك الازرق افتكر الاربع افعال اللي قلناهم: احذف، قلل، ارفع، ابتكر. انا بقى عندي سؤال ليك، بعد ما اتكلمنا وفهمت القصه دي كلها، شايف نفسك فين دلوقتي؟ شايف نفسك غرقان في المحيط الاحمر الدموي اللي كله بيضرب في بعض، ولا بدات تفكر ازاي تبدا تعمل المحيط الازرق بتاعك اللي محدش يقدر يدخل فيه بسهوله وتنجح فيه؟